بعد الفيديو ده مش هتعمل ولا محتوى ولا اعلان فاشل تاني في حياتك. الحاجه الوحيده اللي بتحدد قرار المشاهده او الشراء او اي قرار البني ادم بياخده في حياته عموما هي القيمه اللي هو مستنيها بعد ما يقدم لك الوقت بتاعه او الفلوس بتاعته. بمعنى ان مش في كل الاوقات ينفع تعتمد على الخدمه او المنتج بتاعك ان هو ينقل كل الرساله للناس. انت ممكن تحتاج في الخطه بتاعتك او في الاعلانات بتاعتك ان انت تقول للناس خلي بالكم انتوا بعد ما تعملوا كذا هتوصلوا لكذا، عشان انت دايما بتحاول تبيع للناس النتيجه مش المنتج نفسه. فانت مثلا النتيجه اللي انت مستنيها من الفيديو دوت هو ان انت ما تعملش محتوى ولا اعلان فاشل تاني في حياتك. وده بالظبط اللي انا بحاول اقدمه لك واشرحه لك بشكل نظري عشان انت تطبقه عملي على المنتج او الخدمه بتاعتك. فدي حاجه برضو انت محتاج ان انت تعملها بعد كده، ان انت بعد ما توري الناس ديت الحل بتاعك ده ممكن يتعمل ازاي، ان انت تقدم لهم نوع من انواع المكافاه على ان هم فضلوا معاك لاخر الفيديو او لاخر الاعلان اللي انت عامله. عامه المكافاه ديت ممكن تكون حاجه بسيطه شبه ان انت تقدم لهم بونص مجاني صغير مش هيفرق معاك، او ان انت تقدم لهم عرض او خصم معين بمناسبه ان هم هيكونوا عملاء جداد. وعلى فكره العروض والاوفرز اللي انت ممكن تقدمها للناس ده موضوع لوحده هتحتاج ان انت تدرسه كويس علشان تعرف تبيع اكتر للناس. وطريقه تانية لو انت بتقدم محتوى بس اصلا ما بتبيعش اي حاجه، ان انت ممكن تقول للناس يا جماعه لو كتبت كومنت انا هبعت لكم الحاجه الفلانيه ببلاش. وقتها انت بتكسر الدنيا لان انت بتفتح منصات تواصل مع عدد كبير من الناس اللي ممكن يكونوا عملاء محتملين ليك بعد كده. وبس كده، ما تنساش اللايك والاكسبلور.